رجعنا لكم مشاهدينا لنكون مع ضيفنا الأخير لهذا اليوم. فنان بدأ السير منذ برهة على طريق الفن والإبداع. فنان أخذ قوة صوته من الفرات وزخمه وحنيته وكرمه. علي النزال فنان شاب يحاول تجاوز المراحل بشغف حمله في موهبته وصوته الفراتي الجميل. خلونا نرحب سوا بالفنان الفراتي الفنان علي النزال. أهلا وسهلا فيك علي. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة الكريمة. احنا نتشرف باللقاء ونكبر باللقاء. أكيد نحن بنتشرف فيك علي. خلينا نحكي عن بداية مشوارك الفني. أكيد المشاهدين عم بيشوفوا أنه إساتك شاب صغير، يمكن إساتك عم تدرس بالمعهد الموسيقي. نعم، يعني أنا بدايتي بالموسيقى كانت من صغر سني، يعني من حوالي عمري ال 14. فبتعرفي لما العمر كمان بيلعب دور. لما أنا كنت صغير يعني بدايتي، وأي بداية بالموسيقى صعبة. أي إنسان بده يوجهه أساتذة موسيقيين، بده يوجهه الأكبر منه يقبل ويسمع أي رأي إنسان. فالحمد لله أنا عرفت أشتغل على حالي صح، عرفت أتجه على الطريق الصحيح، وأكيد أنا زدت خبراتي بدراستي بالموسيقى. وكانوا كثير يعني على أساتذة يعني الحمد لله فوق راسي موجهيني من خلالهم. أستاذ مدير فرقة الربيع الموسيقية سائر فاهمة، أساتذة كتار بدير الزور أنا بتشكرهم، يعني ما فيني أعدهم صراحة أو أقول فلان، كثير أساتذة لهم فضل علي، والحمد لله دائما رب العالمين ميسر أمرنا وماشيين بالطريق الصحيح الحمد لله. طيب بالبداية قبل ما أخوض معك بأسئلة تانية بدي تسمعني شيء. فورا نبلش فورا. يلا. ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجيني الليل، ينراد حيل ودمع ومنين أجيب الحيل. ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجيني الليل، وينراد حيل ودمع ومنين أجيب الحيل. روحي حمامة صفت وببيت أهل الدور، اشتاقت لأمي أنا والخبزة التنور. اشتاقت لأمي أنا، اشتاقت لأمي أنا والخبزة التنور. بديرتها لي بالطعم يختلف حتى الماي، وحتى الهواء مهلي يختلف والله واي. يا منطقتنا حلم، يا سوريا حلم، أرجع أنا وصحابي، وكل ساعة صاحب يجي ويدق علي بابي. محتاج محبوبتي الحلوة ام جفن غافي، أتمنى الساعة تجي وتخفى على اجتافي. يا ويلي يا ويل يا ويلا. يسلم هالصوت. خلال دراستك بالمعهد الموسيقي هل اللهجة الفراتية تحكمت بنمط الغناء اللي بدك تأديه؟ هلق اكيد هي اللهجه الفراتيه هي لهجتي الاساسيه. وتعرف العراق هو الشقيق لمحافظه دير الزور. صحيح. وجه تحيه لمحافظه دير الزور. اكيد. فاكيد بس الحمد لله انا بغني كل اللهجات يعني. لانه اكيد يعني عشت شوي من عمري بدمشق هون، وكملت حياتي بدير الزور مشان دراستي. بس الحمد لله انا من خلال تجاربي يعني وكملت بدراستي قدرت انه اتمكن من اكثر من لهجه غنائيه الحمد لله. ممكن تأدي انماط اخرى غنائيا. اي نعم. عم تشتغل على هذا الشيء ضمن دراستك؟ الحمد لله اكيد الحمد لله عم اشتغل. مثل شو جربت علي؟ الساحلي غنيته الحمد لله، الحلبي غنيته، الطربي. طربي لكن بدنا نسمع شيء طربي. نسمع شيء طربي. والله انا كنت محضر لك شيء احلى من الطربي. يلا اللي محضر لي. يلا اوكي. لما الليالي عالدول بتجور، بتختير وبتصير دبلاني، وسوريا رح تبقى ربيع زهور، موسمي يوعي الموسم الثاني. من السما عم تلمع نور، من أرض عطرة باخور، من حضارة أرض الشام. أنا سوري وبتشرف، أنا سوري وبتشرف، سوري وعالحب تربيت، عايش ع أرضه وحبيت، لسه ما راسي عليت. أنا سوري وبتشرف، أنا سوري بتشرف. يسلم هالصوت. الله يسلمك يا رب.
سمعت انك انت عامل اغانيك الخاصه. نعم. احكي لي عنهم. والله سويت 3 فيديوهات كليب او 4 تقريبا. سويت 4. كمان كليب. ايه الحمد لله. منهم الوطني، منهم الشعبي، منهم كلمات العراقي. الحان مين؟ الحان الاستاذ احمد سويد، في منهم الاستاذ حسن المرعي، بوجه له تحيه. يعني تعاملت مع اكثر من ملحن؟ اكثر من ملحن. وبالنسبه الفنان للكلمات؟ سامي فريد. الكلمات الاستاذ محمد ديب، في الاستاذ مازن علوش، كثير شعار بالدير تعاملت معهم واشتغلت معهم الحمد لله، وهن من نخبه الشعراء على مستوى سوريا يعني. طيب شو كمان بدك تسمعنا شيء هلا؟ بدي اسمعك هلا اغنيه عم حضر انا فيديو كليب ان شاء الله الشهر القادم، انا بطرحها ان شاء الله. هي تقريبا بتجي على تراث دير الزور باللون الفرنسي. يا سلام، كلنا سمع. نسمع. تهنا ولقينا الشط علينا تغير، احنا بهواكم دوم ما نتغير. تهنا ولقينا الشط علينا تغير، احنا بهواكم دوم ما نتغير. حلوين واغلى احبابي، بيكم اباهي اصحابي. حلوين اغلى احبابي، بيكم اباهي اصحابي. يا شوقهم عذب دليلي واكثر، انا يا شوقهم عذب دليلي واكثر. الله يسلم هالصوت. الله يسلمك يا رب. علي، بحكم انك اساتك فنان ببدايه مشوارك الفني، لابد مثل كل فنان انه بيتاثر بعمالقه الفن. نعم. السوري والطرب الاصيل. بمين تاثرت؟ صراحه انا تاثيري بيجي للشباب. أنا فناني المفضل هو ناصيف زيتون. أنا طلعت قبل هاي المرة أكثر من لقاء تلفزيوني وسألوني نفس السؤال. أنا طبعا يعني طبعا ناصيف هو نجمنا المحبوب اللي بنفتخر فيه، بس غريب دايما الفنانين بيكونوا متأثرين بالجيل الأقدم. هلا أنا كمان يعني بحب اللون العراقي، بحب اللون اللبناني، ولكن يعني مثلا عندك الياس خضر هو عملاق العراق بالغناء. بلبنان سعدون جابر، ناظم الغزالي، اكثر من حدا، ولكن يعني هذوك اساتذه ما فينا نناقش ابدا عن اصواتهم. ولكن انا اليوم اعجابي وانا قدوتي بالغناء هو الفنان السوري ناصيف زيتون. انا اكيد انه احلم صير مثله. طيب بالكنترول لما سمعوا الياس خضر يعني اصروا انه لازم تغني شيء؟ اكيد الاستاذ الياس خضر. اي اكيد، بس بدنا اغنيه يعني كامله. تمام. تايبين لا نمر مرة لداربكم، وحالفين ما نريد يوم على حبكم. غلطة مرات وانتهات، شمعة العشرة انطفات. غلطة مرات انتهات، شمعة العشرة انطفات. الذنيب هو ذنيبكم، الذنيب هو ذنيبكم. لا تجونا بعذر كافي، لا نعود ولا نسامح. عودوا لأيام التجافي، لا يكون العتب جارح. هذا حدنا وبس بعد، تايبين للأبد. غلطة مرات انتهت، شمعة العشرة انطفات. غلطة مرات انتهت، شمعة العشرة انطفات. الذنيب هو ذنيبكم، الذنيب هو ذنيبكم. صوت. بما انه هلا لغه العصر هو السوشيال ميديا، وكل فنان بيحاول انه ينشر حاله عن طريق السوشيال ميديا، هل انت حاولت انك تنشر اغاني؟ نعم، انا نشرت كثير اغاني على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كان له كثير فضل علي. يعني لاقت رواج، اخذت صدى يعني في مشاهدات نعم جيدة. انا اخر كليب نزلته بعنوان انقهرت علي روحي باللون العراقي، جاب شيء 250 ألف مشاهد. برأيك علي الكليب ممكن يفيد الفنان ويشهره أكثر؟ يعني الغناء الأغنية بدون تصوير ما بتنتشر بذات الآلية لما غير عن لما بتكون مصورة كليب؟ الأغنية في لها طابع
اليوم انت لما بتسجلي اغنيه مثلا رومانسيه خلينا نقول، لما تتسوى كليب في إلها يعني موضوع رساله تماما، في رساله بدك توصليها. ولكن في فنانين ما بيشتغلوا الا اغاني حصريه بدون كليبات، في فنانين ما بيشتغلوا الا كليبات بمشوارهم الكامل. انا افضل اشتغل الاثنين. يعني هلا انا في لي الاثنين، في لي اغاني خاصه وفي لي كليب مصورها كليب. انا صورت لي كليب وصورت اغاني خاصه، بفضل انه الكليب افضل من الاغاني الخاصه. يعني اللي بيعطي شهره للفنان اكثر بوقتنا الحالي شو برايك؟ الموهبة الصحيحة. الموهبة موجودة ودارس، هو نمط الغناء اللي بيختاره تمام. أم هو السوشيال ميديا وعالم الشهرة الإلكترونية؟ تمام. هلا اليوم أنت بتغني وما قدمت شيء لها الناس، السوشيال ميديا أكيد لها دور أساسي، لأنه اليوم كثير من الناس عم يتابع السوشيال ميديا أكثر من التلفزيون صار بواقعنا هذا. فاليوم أكيد أي حد بده يعني بيلاحق السوشيال ميديا أنا برأيي، ولكن أكيد الإنسان لازم يكون موهوب يعني بهذا الشيء، باللون بيشتغل فيه، بعدين ما بيضل انه بيشتغل على شيء واحد. يعني انا بحب الانسان اللي بيطور من نفسه، بيشتغل على حاله بيضل ناجح. يعني اليوم انا خلاص انا ابن دير الزور، نعم انا افتخر واعتز، بغني فراتي، بغني عراقي، بغني الساحلي، بغني الحلبي، بغني لبناني. بدي اشتغل على حالي، بدي اتابع اساتذه مختصين بهذا النوع، بدي اختص بآلة، اعزف آلة، اتثقف موسيقيا، لانه انا فايت في طريق طويل وبدي طوره من خلال موهبتي وخلال دراستي. انا افضل هيك يعني وجهه نظري. زملائي بالكنترول عم يطالبوك من التراث الفراتي اغنيه لحبيب منصور. حميد منصور الاستاذ حميد منصور. سلامات ابعث سلامات للرايح وللجاي، أبعث سلامات ريتك سلامات صبح ومساء يا هواي، ريتك سلامات. كفي حبيتها للأغنية. تجينا ريتك تجينا، وعلينا بس مر علينا، توردي الأحلام بس مر علينا، المواويل تحلى المواويل، بجيتك يا ضاي العين تحلى المواويل، القناديل تضوي القناديل، بجيتك يا ضاي العين تضوي القناديل. سلم هالصوت. علي، بحكم خبرتك هلا بالمجال الموسيقي، بيختلف اداء الفنان لما بيتعامل مع مجموعه من الموسيقيين في توليفه خاصه بيناتهم؟ تماما. فاكيد هلا كل استاذ له طابع خاص بالاعطاء. شو الاختلاف بيصير؟ الاختلاف بيصير في استاذ بيرغب مثلا انه بيشوف، في اساتذه مثلا بتشوف بتكون عندها خبره سابقه، بتشوف الصوت تنطيه على نمط الصوت. هلا انت بنلاحظ انه بذا فويس مثلا الاستاذ الكبير كاظم الساهر، شوفي انت المشتركين اللي معه لما بيكون يعني بيجوا موهوبين انه بيقدموا على ذا فويس نظامي هاي، لما بيشاركوا بيعرف شو يعطيهم، بيعرف شو الشيء بيناسب مستوى صوتهم تماما، شو المناسب لصوته، انه هذا بيغني فراتي، هذا بيغني عراقي، هذا بيغني، بيعطيه على قد مساحة صوته، على قد صوته، ما بيشيله طاقة أكبر من حجمه. طيب عدد الآلات الموسيقية اللي بدها تعزف مع الفنان كمان بيأثر؟ أكيد. هلا كل واحد له اختصاص، في كمنجة، في عود، في ناي، في بزق، في غيره غيراته، هي فرقة كاملة بتكون تاخذ شرقي كامل. أنت بتعزف موسيقى علي؟ لا لسه ما بعزف. عم تحاول تتعلم؟ عم اتعلم. العزف الموسيقى بالنسبة للفنان بيضيف وبيثري خبرته. مهم جدا. هلا الواحد ومعلوماته تماما لما بيكون موهوب بالغناء ومشتغل على حاله موسيقيا، بيكون يعزف آلة العود، يعني كثير بيتثقف موسيقيا. مهم جدا اي فنان او اي احد بيغني او اي احد هاوي لهذه الموهبه بيكون يعزف آلة.
والحمد لله انا هلا عم اشتغل على موضوع آلة العود، ولكن يعني بتعرفي انت آلة العود دائما صعبه، يعني اكيد بدها صعبه، هي ممارسه، من والحمد اهم لله الالات الشرقيه. تماما عم اشتغل عليها لانه هي آلتي المفضله صراحه. اللي بيصير الفنان ببلور موهبته اكثر، لانه بده يصير يزامن صوته مع الموسيقى تماما مع المقامات. مشاريعك المستقبليه شو عم بتحضر هلا؟ والله هلا قلت لك عم حضر لفيديو كليب ان شاء الله الشهر الجاي بطرحه، وانا بحب دائما انه ما بوقف عند مكان، دائما بحب استمر. علي النزال، أنا كنت سعيدة كثير بحضورك معنا، الفنان علي النزال. بدي أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. رح أختم حلقتي معك بأغنية من اختيارك، بس تمام. اسمح لي ودع مشاهدينا وقول لهم لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من استوديو دراما. شكرا لكل حدا تابعنا ورافقنا خلال حلقتنا. بنتمنى أنه كنا ضيوف خفاف على قلوبكم. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. معك علي. بس أنا قبل ما أختم، أنا أول شيء بدي بارك لنادي الغالي الفتوة بحصوله على الدوري السوري. هي أكيد ألف مبروك اللي صحيح. رجعت علينا بعد فترة من الزمن، وبدي أتشكر الاستاذ الكريم الأستاذ مرهف الهرموش، شكرا له كثير، شكرا لكل بالكنترول الأساتذة، شكرا للأستاذ سائر فاهمة مدير فرقة الربيع الموسيقية، وشكرا لك على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا فيك علي. قلبي على ابو الزلوف، عيني يا مولاي، اش محلى جمعتنا سوا بأرضك يا سوريا. هالريم تلعين ديكم هالقاعدة جوا، أنا هالقاعدة عالطباق تفتل شعرية، والهالريم تلعين ديكم يا خوي ما تضني، والما ردت منها ظنا والبست قعود بحضني، واليابو قميص الحبر يا دمال الرعافي، والسايم عليك النبي لا تاخذ خلافي، وان كان وياك جدر حدر على الصافي، وان كان ما بو امال لاضرب بردني يا ويلي.